اهلا بيكم يوم جديد ويوم سعيد عليكم باذن الله. يلا بينا مع بعض دلوقتي على طول نشوف الاجواء الشتويه في اسكندريه. حصل فيها ايه شواطئ اسكندريه وبالخصوص شواطئ سيدي بشر؟ يا ترى ايه اللي حصل فيها؟ يا ترى فعلا شواطئ سيدي بشر بتغرق ولا لا؟ وايه الاضرار والمخاطر اللي بتحصل لنا من شواطئ سيدي بشر؟ والميه طلعت على الرصيف ولا لا؟ بس ما تنساش لو اول مره تكون معانا على القناه متنساش تعمل سبسكرايب وتشترك في القناة. لو حضرتك موجود معانا ما تنساش اللايك. طبعا في ناس كتيرة جدا طلعت من امبارح والنهارده بتتكلم ان مفيش اي حاجة حصلت في سيدي بشر. لا، سيدي بشر فيها شواطئ حضراتكم شايفين قدامكم في الفيديو. السلم مفيش تحتيه خالص، متعلق على الهوا تقريبا. دي كلها مصدات اتحطت، في مصدات كتيرة جدا. بدأت المحافظة تحطها أكتر وأكتر بسبب علو الأمواج، إن هي بدأت تطلع على الرصيف. أصلا ده السلم المفروض اللي بينزلنا على أول الشاطئ، المية وصلت ليه وبدأت تجرف الرمل اللي تحتيه زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. ده أحد السلالم اللي موجودة في بوابات سيدي بشر. تقريبا متعلق في الهواء، والرمل اللي تحتيه ما عادش فيه رمل خلاص. حضرتكم هسيبكم لحظات مع الفيديو وانتوا هتحكموا بنفسكم. دي برضو منطقة تانية برضو جنب، يعني بوابة تانية خالص جنب سيدي بشر برضو. دي كلها مصدات قديمة وحديثة كمان انحطت علشان خلاص احنا دخلنا في الشتاء اللي بجد. قبل كده ما كانش اسكندريه فيها شتاء خالص، بالعكس الجو كان صيف مشمس وكل حاجه فيه كانت حلوه جدا. من امبارح بدات الاجواء الشتويه الصعبه على اسكندريه. دي كلها قدامنا شواطئ سيدي بشر. زي برضو ما بنتكلم في الحق، مش كل شواطئ سيدي بشر حصل لها تآكل، لا، بعض من شواطئ سيدي بشر حصل لها تآكل فعلا وتدمير. طبعا حضراتكم شايفين ده سلم احد بوابة اخرى لشواطئ سيدي بشر. خلاص اتاكل خالص، والناس اللي هم اللي مأجرين الشواطئ عملوا شكاير بالرمل وبدأوا يعملوا سلالم يدوية. ليه؟ بسبب ارتفاع الأمواج وبسبب ان المية خلاص بدأت تطلع على الرصيف وبدأت تاكل في الرصيف اصلا. دي طبعا كلها حواجز بتعافر مع الامواج. احنا كل اللي يهمنا سلامة اسكندرية وشواطئ اسكندرية، وربنا يحافظ لنا على اسكندرية لان مفيش اي حد بايديه ان هو يقف قدام المية دي غير الخالق. طبعا زي ما حضراتكم شايفين قدامنا في الفيديو، دي كلها حواجز صناعية من صنع المحافظة حفاظا على شاطئ سيدي بشر. هم عاملين الحواجز ديت ولسه هيستكملوها كمان. هصور لكم فيديو خاص بيها باذن الله، هينزل في اقرب وقت. الاوناش كلها شغاله حتى في عز الشتاء وعز النوات، شغاله دلوقتي كلها في قلب البحر علشان خاطر تحمي شواطئ سيدي بشر. انا صورت لكم الاجزاء المتآكله كلها بقدر المستطاع من شواطئ سيدي بشر من كل الاتجاهات. بس ما تنساش تشترك في القناه وتعمل سبسكرايب لو حضرتك موجود معانا، علشان نكون دليلك في اسكندريه باذن الله، ونعرفك كل حاجه عن اسكندريه لو حضرتك من محبي اسكندريه. طبعا ده بوابه اخرى من بوابات سيدي بشر. طبعا كذا بوابة لحد دلوقتي صورتها، حضراتكم شايفين السلم عامل ازاي بتاع احدى البوابات في سيدي بشر. مفيش تآكل، يعني في ناس بيقولوا الجو جميل والدنيا حلوة، لا، في مشكلة حاصلة في شواطئ سيدي بشر. حد طالع بيتكلم بيقول الدنيا حلوه ومفيش اي حاجه، لا، احنا لازم نحذر لان في ناس
في شباب بيحبوا اسكندريه وبيحبوا ينزلوا اسكندريه، ولازم نحذرهم ان في فعلا مخاطر في شواطئ سيدي بشر حاليا. ربنا يستر ويسلم على اسكندريه وشواطئ اسكندريه، الله حافظ فعلا. ده زي ما حضراتكم شايفين كان ترابزين طار، طار من قوة الهواء والمية والتيارات المية العالية. تقريبا كده ما عادش فيه خالص ترابزين. يا رب الناس كلها تخلي بالها، علشان ممكن اي حد يلعب او يكون واقف في الهواء يحدفه تحت في على الحواجز اللي حضراتكم شايفينها دي. ترابزين الناس كانت بتقف عليه على قمة عالية كده، بتقعد في قعدات، بتقعد تفطر عادي في قدام البحر، وكمان بتقف تتصور على الترابزين ده. يلا اشوفكم على خير في جولات كتيرة جاية عن اسكندرية.